بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لآخر تمرين من الامتحان النموذجي رقم 5 ديال دورة يناير 2026 اللي خدمنا فيه 4 ديال التمارين، كلهم تمارين كانوا زوينين بزاف رائعين. راجعنا فيهم الدروس، جميع الدروس ديال الدورة الأولى. بقى لنا دابا التمرين 5 اللي غادي نشوفوا فيه لي زونغل انسكريو او سونتر، وغادي نشوفوا حتى لي تريونغل ايزوميتريك الناس اللي داروا هاد الدرس هذا. إذا l'exercice 5 on considère la figure ci-contre tel que C et le cercle de centre A. عندنا واحد السيركل C هادي دو سونتر A، عندنا المركز ديالها هو A. عندنا لا ميزير ديال بي ا سي ايغال 70، دونك عندنا بي ا سي كتساوي 70 ها هي. اي ا دي اي لا بيسيكتريس دو لونغل بي ا سي. عندنا ا دي هاد النصف المستقيم ا دي هو المنصف ديال الزاويه بي ا سي. Question A. Les angles BAD et BAC sont-ils de même mesure؟ دونك هنايا قلنا واش BAD و DAC واش عندهم نفس القياس. عندهم نفس القياس علاش؟ حيت عندنا AD هو البيسيكتريس ديال BAC، يعني كيقسمها على جوج. كنعرفوا المنصف ديال الزاويه كيقسم لنا الزاويه الى نصفين، يعني متساويين. هاد BAD راه كتساوي DAC. هذا سؤال مجاني. غندير AD نورمالمون نصف مستقيم ا دي من ا دي الى بيسيكتريس. نعاود نكتب غير هاد المعطى اللي عاطينا هنايا، بيسيكتريس دو لونغل بي ا سي. دونك مادام ا دي هو البيسيكتريس ديال بي ا سي، اذا بي ا دي راه كتساوي دي ا سي. دونك BAD إيغال DAC. هنا غير بغاو يشيرو لكم لهاد أن هاد الزاويتين متساويتين باش تستعملوهم في السؤال الثاني. سؤال مجاني فابور، ولكن كاين اللي ما عارف شنو هو بيسيكتريس. راه نورمالمون قريتهم في الاولى اعدادي. اي حاجه في الرياضيات كنعرفوا كنقراوها راه كنعاودوا نستعملوها. كيسيون 2 مونطري كو لي تريونغل بي ا دي اي ا سي دي. هذا بي ا دي اي ا سي دي، هاد المثلث مع هاد المثلث هادو سون ايزوميتريك. دونك هنا قال لك بين ان هاد المثلثين هادو متقايسين. اشنو هو مثلث متقايس مع مثلث كيساوي مثلث. هنايا مثلث كيكون طبق الاصل المثلث الاخر. الا كان عندي هذا مثلا مثلث ا بي سي، وهنايا عندي نفس المثلث كيكون بنفس القياسات. هنا مثلا ا بريم بي بريم سي بريم متقايسين، يعني هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، هاد الزاويه كتساوي هاد الزاويه، هادي كتساوي هادي. كاع القياسات المتناظره كيكونوا متساويين. وباش نبين انا ان مثلثين متقايسين، عندنا 3 ديال الحالات اللي شفنا في الدرس. 3 ديال الحالات. الحاله الاولى هي نبين ان الاضلاع ديالهم متساويين. مثلا ا بريم بي بريم تكون كتساوي ا بي، هاد الضلع يكون كيساوي هاد الضلع، او هاد الضلع عاوتاني يكون كيساوي هاد الضلع. كاع الاضلاع اللي متناظره مع الاخرى خصهم يكونوا متساويين. واضح؟ او لا كنبين واحد الزاويه كتساوي زاويه، بحال مثلا هاد الزاويه كتساوي هاد الزاويه، والاضلاع ديال الزاويه هما يكونوا متناسبين. يعني هنا يكون كيتساوي تكونوا متقايسين. عفوا حنا عندنا التقايس، ما عندناش التشابه. عفوا التقايس. اذا هاد الزاويه تكون كتساوي هاد الزاويه، هاد الضلع يكون كيساوي هاد الضلع، هاد الضلع حتى هو يكون كيساوي هاد الضلع. او لا نبين ان واحد جوج زوايا متقايسه، هاد الزاويه تقايس هاد الزاويه، وهاد الزاويه تقايس هاد الزاويه، بالاضافه على هاد الضلع هذا اللي كاين بين الزاويتين. المهم هادشي راه مفصل في الدرس. اللي غنخدموا بها حنا دابا هي هاد القاعده الثانيه. يكون عندي زاويتين متساويين، هاد الزاويه هي بي ا دي قلنا كتساوي دي ا سي، وعندي ا بي كيساوي ا سي. هادو لي غايون ديال لو سيركل، حيت هنا السونتر. اذا كنعرفوا الشعاع راه متساوي ا بي تساوي ا سي تساوي اي نقطه خديناها مثلا اف ا اف متساويين الشعاع ديال الدائره. اذا شنو غادي ندير؟ غندير هنا اونا
بي ا دي، الزاوية بي ا دي كتساوي الزاوية دي ا سي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عندنا بي ا كتساوي ا سي، المسافة بي ا كتساوي ا سي حيت قلنا بجوج دي غايون ديال لو سيركل سي. إذا هذا الشرط الأول. وعندنا عاوتاني ا دي راه هو نفسه، نقدر ندير هنايا اي ا دي ايكال ا دي، حنا لو ميم. عندنا ا دي راه هو نفس الضلع، متشاركين في الضلع. عندنا ا سي كتساوي ا بي، هذا كيساوي هذا، هذاك راه هو نفسه يعني كيساوي نفسه. وعندنا زاويتين متقايسين. اذا من هاد ثلاثه ديال المعطيات غنستنتجوا ان لي تريونغل سون ايزوميتريك. دونك لي تريونغل بي ا دي et ACD sont isométriques، مثلثان متقايسان. ندوزو الكيستيون نيميرو 3، سؤال 3. ديتيرميني لا ميزور دو لونغل بي اف سي. هنا قالك حدد ليا قياس ديال هاد الزاوية هادي بي اف سي. اذا كيفاش غادي نحسبوا هاد الزاويه هادي؟ غنرجعوا للدرس ديال لي زونغل انسكريو او سونتر، يلاه غندخلوا ليه دابا. هادي بي اف سي اونغل انسكري، زاويه محيطيه حيت الراس ديالها كينتمي للدائره، الحروف ديالو كاملين كينتميو للدائره، وبالاخص خاص الراس يكون كينتمي للدائره. اذا هادي زاويه محيطيه. القوس ديالها شنو هو بي سي. اذا اونغل انسكري كي انترسيبت لارك بي سي. اذا عندنا اسوسيي مع لونغل بي ا سي. بي ا سي هذيك الراس ديالها هو المركز ديال الدائره، يعني زاويه مركزيه اونغل او سونتر. الا كان العلاقه اللي كتربط لنا زاويه مركزيه ومحيطيه عندهم نفس القوس، اونغل او سونتر واونغل انسكري، يا ان لونغل انسكري او لونغل او سونتر كتساوي الدوبل ديال لونغل انسكري، يعني الدوبل يعني لونغل انسكري كتساوي النصف ديال بي ا سي. اذا عندنا غنقول بي اف سي اونغل انسكري، كيبان لكم مزيان. نقول بي اف سي اونغل انسكري associé à l'angle au centre PAC donc PFC كتساوي 1/2 BAC، يعني كتساوي 1/2 BAC راه هي 70 في 70 كتساوي 70/2 هي 35. واضح؟ قلنا لونغل انسكري كتساوي النص ديال لونغل او سونتر، لونغل او سونتر كتساوي الدوبل ديال لونغل انسكري. اسوسي يعني راك عندهم لو ميم ارك. فاش كنقول لونغل انسكري اسوسي مع لونغل او سونتر يعني راه عندهم نفس هاد سميتو القوس، نفس القوس. اذا هذه الطريقه باش نحسبوا بي اف سي. هنايا كانوا كيعطيونا في التمارين الاخرين كيعطيك شي دائره اخرى انسكري مثلا، عفوا شي زاويه اخرى، نقدر نديروا شي نقطه هنا مثلا، نزيدوا هذا التمرين هذا، يقدر يعطيك شي نقطه هنا مثلا نسميوها ام باغ اكزومبل، ويقول لك حدد القياس ديال بي ام سي، هاد الزاويه بي ام سي. اذا كيفاش غنحسبوا الزاويه بي ام سي؟ بي ام سي اونغل انسكري و بي اف سي حتى هي اونغل انسكري عندهم بجوج لو ميم ارك، دونك سون ايغو. دونك بي ام سي كتساوي بي اف سي اللي كتساوي حتى هي 35. نقدروا هاد السؤال كيطرح
99% كيعطيوكم زاويه محيطيه وزاويه مركزيه. اللي دايرين هاد الدرس هذا هما اللي يقدروا يدمجوا لكم التمارين بجوج بحال هكا في تمرين واحد. اذا هكا كملنا الامتحان كان رائع جدا، امتحان زوين بزاف، واخا فيه اسئله شويه صعاب شويه بحال هاد الاسئله اللي كنا شفنا هنايا، اسئله شويه صعاب، ولكن حاولنا نشرحهم ما امكن. الا طرحوا لك بحال هاد الاسئله ما كيطرحوش بزاف الاسئله صعاب، لا طرحوا لك خصك تعرف كيفاش تجاوب عليهم، ماشي تقول لا راه ما خصش هادشي يتحط، اي حاجه تحطات لك راه خصك تجاوب عليها. لذلك حاولوا تخدموا امتحانات بزاف، وراه ديجا خدمنا مجموعه من الامتحانات، بزاف ديال الامتحانات خدمناهم، ديما كنبارطاجيهم معكم. شي 20 امتحان تقريبا اللي خدمنا، هما كاملين جمعتهم هنايا، شي 20 امتحان اللي خدمنا ولا اكثر. غير هذا العام ديال 2026 خدمنا هذا النموذج الخامس، كملنا دابا النموذج هذا الاول اللي خدمنا غير 2026، النموذج الثاني، النموذج الثالث، النموذج الرابع هو هذا. عاد الامتحانات ديال 2025 كاين ما يقارب 20 امتحان، جميعهم غتلقاو الروابط ديالهم في الوصف ديال الفيديو مع التصحيح ديالهم. بطبيعه الحال اي امتحان كتلقى الامتحان مع التصحيح ديالو، ها هو التصحيح. واخا هذا ما كاينش فين نجاوب، كندير لكم اوراق وبويض وكنصحوا فيهم هذا الشيء. تقريبا 20 امتحان، اللي شفتي منهم غير 3 ولا 4 النماذج راه كون متاكد ولا فهمتيهم، ماشي غير تشوف، خصك تشوف وتفهم. الا فهمتيهم بطبيعه الحال اكيد غادي تجيب نقيطه زوينه ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. حتى نتوما ما تنساوناش من الدعوات ديالكم، دعيو معنا، كنحتاجوا فقط الدعوات ديالكم وشويه ديال المشاركه. شاركوا معكم هاد الفيديوهات باش يوصلوا لاكبر عدد ممكن من التلاميذ حتى هما يستافدوا منهم، وتهلاو في روسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليو لي في التعليقات شنو بغيتو يكون في هذا الفيديو. صافي ما بقى عندي ما يدار، بزاف ديال الامتحانات خدمت معكم الدروس، درنا لايفات على الدروس، درنا لايفات على الامتحانات، كاين كذلك نصائح باش تجاوزوا الامتحان. اي حاجه بغيتوها خليوها في التعليق وانا معكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، ما تنسوناش من الدعوات ديالكم. الله يسهل عليكم، الله يوفقكم، والسلام عليكم.